تقول نشوان: أنا فريسة المصالح، ضحية الطبال والقوارح، من يم خلق سيف الحسن وصالح، وأنا وحيد في قريتي أشارح، أبني المكاسر وازرع البراصح، والفائدة لمن مسب فاتح، والويل لمن في سوقنا يصارح، أو من بجش صدقه على الفضايح. نشوان لا تخدعك خساسة الحنشان، ولا تظهر إذا ما تتغصون البان. يستذكر الصحفي عبد الرحمن الغابري مع الرفاق كلمات أشهر الأغاني اليمنية نشوان التي حفظها في شبابه وذاع صيتها في سبعينيات القرن الماضي، وملأتها الإسقاطات السياسية منذ ذلك الحين. هي أذيعت في فترة كانت عصيبة، كان بين الشطرين، كانت في حرب 79، وتكثف أو تكثف البث الراديو للأغنية هذه، فكانت بمثابة جبهة لوحدها يعني. فلا تجد أن الإنسان الشخص يطرب لها ولا يتكلم، تحصل يهتز ويكررها السائق السيارة في المحلات التجارية في الشوارع. كان الجنوب نظام اجتماعي ماركسي أو اشتراكي، وكان النقيض في الشمال، لكن كان في حركة وطنية يسارية في الشمال تحاول أن تعلن حضورها. أظن أن نشوان كانت جزء من هذا الإعلان عن الوجود التاريخي لفكر آخر غير السائد في السلطة وفي الإعلام اليمني في صنعاء. الفن لم يعد يلعب الدور الذي رأيناه في السبعينات وفي الثمانينات. ونلاحظ أيضا أن اتجاه الفن أيضا الناحية الاجتماعية والسياسية غابت في هذه المرحلة الأخيرة. نشوان لا تفقعك خساسة الحنشان، ولا تبهر إذا. نشوان باتت أيقونة فنية يرددها فنانو اليمن جيلا بعد جيل، لكلماتها البسيطة اللاذعة باللهجة التعزية مذاق لدى الجميع، ساسة وبسطاء. حسك تصدق عجايب طيش الحوبان، ولا تصدق حكاية بنت شيخ الجان، ولا تصدق عصابة عمنا رشوان. طبعا كلمات الأغنية هذه الأستاذ الشاعر الكبير سلطان السرين، وهي باللهجة التعزية، باللهجة العامية التعزية، وننسى أنه يعني أصحاب مدينة تعز منتشرين في كل الأماكن، فأخذ صداها في المجتمع اليمني كامل، ولحنها المرحوم الأستاذ محمد مشيد العجي رحمة الله عليه، ولاقى صدى كبير من الفنانين ومن الجمهور في وقتها الذي ظهرت فيه هذه الكلمات. لحنها السهل الممتنع، سموه السهل الممتنع، سهل جدا وبسيط جدا، وبنفس الوقت قوي جدا، حتى أنها دخلت في قلوب المستمعين كلهم. أغنية تحكي عن معاناة شعب، معاناة واقع الكل يعيشه، ولكنها وجهت بهذا الشكل السياسي، منعت في شمال الوطن، وكثير من دول الخليج منعوا تداول هذه الأغنية. هذا دليل على مدى تأثير الأغنية إلى خارج الوطن وداخل الوطن، برغم عامية ومفردتها المغرقة في العامية، ولكن تأثير اللحن وتأثير الغناء وتأثير المغني، فكنا كلنا، وحتى أذكر وأنا طفل كنا نسمع هذه الأغنية الممنوعة، لماذا منعوها؟ وهكذا زادت تداولها. الموت يا ابن التعاسة يخلق الشجعان، الموت يا ابن التعاسة يخلق الشجعان، فكر بباكر ولا تبكي على ما كان. أغنية ب100 خطاب سياسي، هكذا اعتبرها ساسة السبعينيات في اليمن. ذكاء الفني وفن الذكاء، فهل سيفكر ساسة اليوم بالمستقبل؟ حضرت الأغنية اليمنية في المواقف السياسية والصراعات، وكان لها أثر بالغ وصدا لا يزال يتردد. أما اليوم فقيم تختلف وموازين تتبدل، وحال الفنان لم يعد كما كان. لليوم على الحرة من صنعاء، عمر الورفي.
أغنية نشوان غناها المطرب والملحن اليمني الراحل محمد مرشد ناجي الذي يعد أحد رواد الأغنية اليمنية، حيث امتد عطاؤه الفني على مدار 6 عقود وتوفي عام 2013.